السلام عليكم. القطري ناصر الخليفي يفاجئ النادي الأهلي بعد خسارته لكأس السوبر، ويفضح الحكم الجابوني ويهاجم اتحاد الكرة بسبب النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد خسارة الأهلي لكأس السوبر الإفريقي لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، بعد أن شهدت هذه المباراة جدلا تحكيميا من جانب الحكم الجابوني، فقد دخل على الخط القطري ناصر الخليفي وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية، وقال: لقد تعرض النادي الأهلي المصري لفجر تحكيمي في هذه المباراة من جانب الحكم الجابوني ومن حكام الفار أيضا. فالحكم تغاضى عن عدم احتساب هدف صحيح لكهرباء، ولم يحتسب أيضا ركلة جزاء لصالح كهرباء أيضا، وهي نفس ركلة الجزاء التي احتسبها لاتحاد العاصمة الجزائري. وهذا يدل أن هذا الحكم يقيل بمكيالين في هذه المباراة، واندهش أن حكام الفار لم يتدخلوا سوى في ركلة اتحاد العاصمة الجزائري وتناسوا هدف النادي الأهلي في الشوط الأول، وأيضا ركلة جزاء كهرباء التي لم تحتسب. واندهش أن الاتحاد الإفريقي عين حكام من النساء لغرفة الفار، وأيضا الحكم المساعد في هذه المباراة. فهذا أمر مضحك للغاية، فالحكام الرجال في الاتحاد الإفريقي لا يصلحوا للتحكيم في الدورات الرمضانية، فما بالكم أن يختار الكاف حكام من السيدات الأفارقة لهذه المباراة الهامة وأن يتولوا غرفة الفار، فمكانهم الطبيعي لا بد أن يكون في المطبخ فقط. فهذه مؤامرة مدبرة ضد النادي الأهلي لكي يخسر كأس السوبر الإفريقي، ويجب على النادي الأهلي أن يحتج رسميا ضد هذا الحكم لكي لا يحكم لمبارياته مرة أخرى. واندهش من الاتحاد المصري الذي دائما يحارب النادي الأهلي ولا يقف بجانبه في وقت الأزمات، فهو فقط يقف بجانب نادي الزمالك الذي أجل مباراته مع النادي الأهلي التي ستلعب في الدوري لكي تلعب في شهر فبراير القادم، حتى يجلب الزمالك صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية. فالكل يعمل في مصر لصالح نادي الزمالك، على عكس الأهلي تماما الذي دائما يشرف الكرة المصرية والإفريقية في المحافل العالمية. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.